السلام عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في الصحه والسلامه وراحه البال والهنا يا ربي. واللي مريض الله يشافيه، واللي ميت الله يرحمه ويغفر ليه يا ربي، واللي يتمنى شي حاجه يا ربي تحققها ليه يا سيدي ربي. واليوم ان شاء الله عندي هنايا واحد الصابون غادي نشاركو معكم، اللي هو زوين وواعر للوجه، كينقي البشره واكثريه في هذا البرد دابا كيبقى الوجه ملي كتغسل هذا تيبقى وجهك النهار كامل وهو مقشر بهذا المشق هذا. وهذا راه كيليق ليه بزاف، وهانتوما معايا غادي تتابعوا معايا وتابعوا ليا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا الطريقه ديال هذا الصابون. انا خوتي عندي هنايا الصابون ديال دور دايره في الماء، مبيسه في الماء، فتلوحوا في اي حاجه قرعه كما كانت ولا شي، من الاحسن القرعه باش تكون مسدوده. ها هو راه رطب، انا غنوريكم كيفاش داير. ها داير كاين الماء، ها هو غتهزي الصابونه ديال دور، غتحكيها في الحكاكه وغادي تكبي عليها الماء السخون صافي. ها وعندي هنايا سميتو هاد القشور ديال المشماش اللي كنت شاركت معكم طحنتو. ها القشور ديالو هو باش غنصاوب هاد الصابون، وشي حبات ديال الورد، هادو عاد يديروا ليه الريحه، والورد راه زوين حتى هو للوجه. وغادي نطحنو وهاد الورد غنحيد ليه العود ديالو باش غادي يطحن ليا. هذا الراس هذا كيكون قاصح، ودابا الواحد في هذا البرد الا ما طهليتي في البشره ديالك تتولي كلها مقشره والمشاق. اكثريه اللي عندها سميتو في برا داك البرد ديال الصباح تيكون قاصح صافي. وكندير مع هاد القشور هادو نورك عليهم باش يطحن مزيان على حساب يطحن ويتغربل كاع. دابا اللي ما مطحونش مزيان من الاحسن يتغربل باش ملي غادي ديري ديال سميتو الماسك ديالك ما غاديش يضرك في وجهك. حتى الا كان طحن مزيان كيبقى لاصق، ملي ما طحنش مزيان كيولي داكشي مفرتت ما غاديش يزكى لك في وجهك. ملي كيكون طحن مزيان هاد المعالق والو غير كدوبات ما صحينش باش تفرسي عليهم. ها الرفاد ديالي الله يخطي عليا ديما معاوني. هذا اللي كيكون في هاد الغلاقه هكا كيكون لاصق في الغلاقه تيكون مطحون مزيان. وهانتوما خوتي الصابون ديالي نهز دابا. انا هذا راه مطحون مزيان، اللي ما عندوش طحانه كطحن مزيان يديروا يغربلوا. انا هذا راه طحن ليا هذا سميتها عندي
تبارك الله كطحن مزيان. بسم الله. هذا الصابون هو منه ماسك ومنه الصابون. المهم كديريه في الوجه حتى كينشف عاد غسليه صافي. عاد ديري اي زيت عندك ديال هذا. انا دابا هذا الصابون هذا كنت ديما كندير هذا الصابون، وكان اللي شرا عندي شي بحال الزيت ديال المشماش ولا الزيت ديال هذا لبن الذكر كندير سميتو ديالو الماسك ديالو بحال ما هكا. ملي كتبغي ديري الماء سميتو دهني بالزيت كتغسلي وجهك هو الاول، كتغسليه عاد كديري الزيت منها كتحيدي من وجهك الدهنيات اللي كيكونوا خارجين ولا غبره ولا كنتي دايره شي مكياج بالنهار. هذا تي بالنهار بحال كيدار المكياج عا بالنهار. بعض الوقت تزاقلوا ليا كلمات. المهم ها هو الصابون ديالي، خاصك غير تخلطيه مزيان صافي. من بعد ملي كتخلطيه بحال هكا صافي كتهزي شي بواطه ديريه فيها. غادي نجيب البواطه لي صافي. الصابون مازال دابا هذا غادي يشرب شويه، غادي يتجمع. وهذا الصابون راه يمكن لك ديريه ديري حتى بالصابون عادي، ماشي ضروري تكون الصابونه ديال دوف. المهم الصابون ديالي هو هذا، ها الشكل ديالو كيفاش داير. دابا هذا راه غيتجمع، مازال يقصح شي شويه، غادي يشرب ديك سميتها، غادي يشرب هذيك حيت بودره هاد سميتو كترطب القشور ديال المشماش، اللوزه ديال المشماش اللي كنحيد منها الزيت، كيبقاو هاد القشور هادو حتى هما راه القشره راه فيها سميتو المنفعه اكثر كاع من الزيت. المهم ها هو الصابون ديالي. انا دابا هذا غنجمعو كامل نخليه شويه حتى يشرب، عاد غادي نديرو في البطاط باش ما يديرش، باش ما يطلعش شي غادي يطلع. المهم هادشي اللي كاين، وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم ديال الصابون، وقويو ليا من لايك باش نعرف بلا راه هادشي اللي كنصايب لكم راه كيعجبكم، وكنعرف اللي زعما كاين اللي عا كينسى ما كيديروش. المتتبعين ديالي العزاز اللي عرفتهم تيبغيوني كيبغيو ليا الخير، شكرا لكم، الله يكبر بكم، وتفرجوا ليا في الفيديو من الاول حتى الاخر، الله يعطيكم الخير، باش تفهموا حتى الطريقه ديال داكشي اللي كنصايب كيفاش. حيت يقدر واحد كيشوف عشويه وكيمشي يدير الحاجه وما كتصدقش ليه، وهو راه ما شافش الفيديو كامل باش يعرف البدايه من النهايه. المهم ما تبخلوش علينا بالاشتراك واللايك وبارطاجيو ليا الفيديو، الله يكبر بكم، الله يعطيكم الخير وشكرا لكم.